جدعان النهارده هنعمل بيت للصراصير. تفتكروا في حد قال يعمل بيت للصراصير او يكتر الصراصير؟ ازاي نكتر الصراصير؟ هو والله انا لان احنا بناكل بالصراصير ديت حيواناتنا، معظم حيواناتنا اصلا. طيب انا كنت حاططهم في جردل هنا وهننقلوهم لصندوق اكبر، فيلا نسمي بسم الله ونبدا. الصرصار ده كائن نظيف جدا على فكره، لان احنا بناكلوه على هو مش مقرف ولا مؤذي ولا اي حاجه، لكن اللي بيمشي بيطير دوت وبيمشي في المجاري ده مؤذي، حرفيا مؤذي، وانا يمكن بقرف منهم، بتعامل معاهم زي اي حد بيتعامل مع صراصير حرفيا. الصراصير ليه احنا بناكلوها على الحيوانات بتاعتنا؟ لان الحيوانات بتاعتنا اكلي حشرات. واشمعنى الصراصير بالذات؟ الصراصير ديت بتكون نسبه البروتين فيها عاليه جدا جدا ومناسبه جدا للحيوانات اللي احنا بناكلها. فانا بقول كفايه لك ويلا بينا نبدا على طول. طيب يا جدعان بصوا كده، دوت البيت القديم بتاع الصراصير. هم اكيد مش هم دول بس، احنا الاول بس ايه عايزين نفضوهم، عايزينهم كلهم ينزلوا. وخلي بالك عشان بيكون في زريعه صغيره او ولده يعني اهو، بصوا ولدايه صغيره بتتحرك جوه. الصرصار دوت من نوع الدوبيا روتش. الدوبيا روتش ديت بتولد بتحت وتبتدي ان هي تفضل محافظه عليه. طب ليه بتعمل كده؟ اكيد البيئه اللي هي فيها ممكن تخليها تنقرض بسبب حاجه زي كده، بسبب ان هي لو باضت وصايبت البيض اكيد البيض ده هيتاكل، يعني اكيد لحكمه يعني الهيه. هم يا جدعان شويه صراصير ايه خفيف. بصوا يا جدعان ده فاتح دوت كان لسه عامل انسلاخ، لان الصراصير بتعمل الانسلاخ لما بتيجي تكبر. هو ما شاء الله العدد كتر عندي، لان انا كنت جايب اعداد اقل من كده، هم كتروا. بس هي عشان خاطر تبتدي لازم تبتدي بعدد كبير يعني. لو احتجت حاجه طبعا خش كلمني على الانستجرام، سيب لك الانستجرام تحت في الديسكريبشن. هي ديت العلبه اللي احنا هنستعملوها. بصوا علبه قد ايه، بحر بالنسبه للبيت القديم. انا ديت كنت راكنها فهنقوم نخرمه، بس عشان هم عايزين تهويه هخرم كل دي خرمها. يلا بينا نخرم. بصوا يا جماعه هو في عندي نوع صراصير تاني بس مش هعمل له بيت النهارده، ان عددهم قليل عندي. حاجه اسمها الريد رانر. الريد رانر صرصار بيتسلق وابن كلب، يعني الفتحات الكبيره دي ما تنفعله، يطلع منها بسرعه جدا يعني. طيب الدوبيا انا مش مهتم لان هي اصلا مش متسلقه، الطبيعي بتاعها ان هي مش بتتسلق اصلا، المجسات بتاعتها ما عندهاش القدره ان هي تتسلق بسهوله اللي بيتسلق بيها الريد رانر او العداء الاخضر. خليك معايا لاخر الفيديو لان احنا هناكل بالصرصار دوت حاجات من اللي عندي، عشان خاطر اوريكم واثبت لكم ان هي وجبه دسمه جدا جدا للحيوانات اللي عندي، بالذات الضفادع. انت لو تقدر تعمل لهم تهويه اكتر من كده اعمل لهم، بس انا خلاص زهقت. ممكن اكملها بقى بعد ما اخلص كده وايه واخلص اللي عليا. بالارضيه لازم نقصد ان هي تكون ناشفه جدا، بس للاسف دي مرطبه شويه. الاكل بتاعهم ايه سريعا، الاكل بتاعهم عباره عن علف، والميه بتاعتهم عباره عن خضروات. هم بيحتاجوا كميه كبيره من السوائل على فكره يا جماعه، عشان الانثى يبقى عندها الرطوبه الكافيه ان هي تولد اولادها، وعشان خاطر الصراصير ما تموتش. هي كده كده الصرصار البالغ عنده قدره، قسما بالله انا للاسف يعني كنت نسيت مجموعه صراصير في علبه، والله كلهم كانوا عايشين لمده فوق الاربع اسابيع او 5 اسابيع بدون اكل وميه. الصرصار البالغ عنده قدره عجيبه ان هو يفضل عايش، سبحان الله. بصوا كده اهو، ده كده جنب. هنيجي بقى ايه، احنا محتاجين شويه كراتين. طيب الكراتين دي طلعت كبيره شويه. طيب احنا ليه بنحط الكراتين ديت؟ عشان خاطر الصراصير تستخبى بس وتحس بالامان ويعملوا عمليه تكاثر بامان. اهو هتكون بالمنظر ده. هات لي بس كل العلف كده، هتكون بالمنظر ده. طب يا جدعان اصبح معانا الموضوع بالمنظر ده. طيب الحاجات الخضروات بقى والحاجات دي احنا مش هنحطوها تحت، عشان خاطر لو في رطوبه هيبقى للاسف في تعفن بقى وكده. فاحنا هنحطه البطاطس او الخضره او الخس فوق، ويا ريت تديله حاجات ورقيه، يعني ما تعتمدش على البطاطس 100%. انا لغايه دلوقتي والله باكل بطاطس وجزر بس الافضل اللي هو الحاجات الورقيه تكون غاسلها وسايب الميه تنزل منها، او تديها لهم كده على طول، يعني مش فارقه. بصوا انا هعمل حركه هنا حلوه، وانا عارف ان هي حلوه بسبب هنا هتلاقوا مخلفات. انا كده كده ما بنضفش للصراصير، الصراصير ما بتحتاجش تنظيف طول ما في تهويه. فانا هعمل ايه عشان خاطر المخلفات ديت تفضل موجوده واعرف اشيلها، هنضف لهم بمعنى صح. هحطهم بالمنظر ده اهو. فاصبح ايه، كل الصراصير هتنزل لان هي تحب تستخبى. في الاخر بقى بعد نص ساعه ولا حاجه هقوم جاي شايل كل المخلفات دي. والمخلفات دي يا جماعه حاجات نظيفه، حاجات دوت ينفع سماد جدا جدا بشكل رهيب. بصوا يا جدعان كده الفرق بين الذكر والانثى.
الذكر والانثى. الذكر بيكون ليه جناحات بس هو ما بيطيرش، الصرصار ده ما بيعرفش يطير، والانثى بيكون ليها جناحات بس الجناحات بتاعتها صغيره جدا 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 زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه ده الفرق بين الذكر والانثى. الذكر بيكون ليه جناحات بس هو ما بيعرفش يطير، والانثى بيكون عندها جناحين بس صغيرين جدا. لا الانثى بقى عشان تعرفها بالغه ولا لا بتكون باللون ده، لكن مثلا لو جبنا صرصار لسه مش باين او انثى مش باينه، بصوا مثلا الفرق في اللون. فاهم حاجه؟ الانثى بتكون لونها غامق، الذكور اللي هي لسه ما بلغتش ما بيكونش طالع لها جناح. يعني مثلا الحجم اللي اصغر من اللي انا مسكته دوت معرض ان هو يكون ذكر ومن غير جناحات، يعني هو لسه ما بيبانش. بصوا بقى الزريعه الصغيره، بصوا بقى الاحجام المختلفه، يعني ديت تعتبر متوسطه، وفي احجام بقى اللي هي ايه الفأس خالص اهي، حاجه زي دي اهي، حاجات صغيره جدا. طب يا جدعان كده كل الكميه نزلت تحت، فاضل بس ايه شويه دول، ومفيش حاجه لسه اكلت، كلهم خايفين بسبب النقل. انا بقى هسيبهم على كده، نغطي عليهم ونحطهم في مكان مش مضيء لان هم ما بيحبوش الاضاءه قوي. باذن الله مستحيل ان هم يطولوا العلبه، يعني لو في علبه تكون مش شفافه معتمه يكون احسن كتير، لان الصراصير اصلا ما بتحبش الاضاءه وما بتحسش بالامان جوه الاضاءه. يلا بينا يا جدعان ايه نجيبوا شويه صراصير عشان خاطر ناكل الحاجه اللي عندنا. انا عايز احجام وسط واحجام صغيره. هنجيب المنظر ده، بس تهيألي كبير عليه شوية. اوبا اوبا يا عم انت عايز تموت غرقان. اوب اوب اوب. هي دي بقى حلاوة الصراصير، حركتها بتستفز اي كائن، بس هو شكل حجمه كبير شوية. بصوا هوبا، شفتوا هجم ازاي؟ حطها في انكلوجر الابراس. شوف 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 شوف, شوف. يا بنت المتضايق يا جماعه، السحليه دي شرسه جدا. يا بنتي سيبي لغيرك ده انت بارده. بصوا يا جدعان انا يعني ليا خبره الحمد لله في الزرع، وفي عصاريات هنا بس ممكن ما تبانش بقى من الاضاءه العاليه. المهم يعني انا الحمد لله ليا خبره محترمه جدا في موضوع الزرع. فانتوا لو حابين ان انا اتكلم او افتح قناه تانية او القناه بتاعت الفلوجات نحولوها، لان انا شايف ان قناه الفلوجات الناس خلاص زهقت، فانا شايف ان احنا نخشوا في الموضوع ده. طب يا جدعان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وما تنسوش تشتركوا، عشان خاطر 3% بس هم اللي مشتركين في القناه ومتابعين، باقي الناس متابعه القناه بس مش مشتركه. فيا ريت نشترك عشان خاطر اقدر استمر، لان المشاهدات يعتبر قل خالص الفتره ديت. انا كنت مستني فتره الامتحانات تخلص، الفتره خلصت يعني. فما تنساش تحط لايك وما تنساش تشير فيديوهات عشان خاطر اقدر ان انا استمر في صناعه المحتوى. وشكرا جدا على الكلام اللي بتقوله لي في التعليقات، انا الحمد لله ولا كومنت سلبي. ففي النهايه ما تنساش تدعي لكل اخواتنا بالنصر وتدعي لنفسنا بالرحمه، وما تنساش ان انا اعلمك لغه الطبيعه. ويلا سلام.